القرآن بقى بتغنى رابر وتحط عليه ريميكس مهرجانات. آيات بينات من سورة الطور. يو. لا والمصيبه ان تحزن ان الناس عامله لايك على الفيديوهات وصلت 300,000 600,000 مشترك. القناه كانت من 4 ايام 15,000، حاليا بقت 32,000، والقناه اتبندت، واللي صاحب القناه راح جاي فاتح قناه جديده. هسيب لكم الرابط بتاعها في الوصف تحت في المزيد. لسه فاتح القناه من ساعه، وصلت دلوقتي بتاع 300 مشترك، والفيديوهات بتاعته وصلت ل 10,000 ل 15,000. ما تعرفش اللي فاتح القناه ده كان ماسوني او ولا كان يهودي. هو فاتح القناه من غرض انه يحرف الدين بتاعنا. هسيب لك رابط القناه في الوصف عندي، خش تعمل لها ابلاغ على طول. ودي لقطه من لقطات الفيديوهات، اسمع كده. وطبعا مش هقدر اسمعك الفيديو كامل عشان ما شيلش ذنبك. انت تخش تعمل على ال3 نقط اللي في القناه زي كده بالظبط، هتضغط عليهم، بعد كده تنزل تعمل ابلاغ على المستخدم، بعد كده هيظهر لك محتوى، هتضغط على كلام يخص الكراهيه، بعد كده هتنزل تحت بالصفحه خالص تعمل ارسال، بعد كده هيفتح لك صفحه القناه اللي فيها الفيديوهات اللي انت عايز تعمل عليها كراهيه. انت طبعا هتعلم على كله، علم على كله بس واحده واحده عشان خاطر ما تدخلكش على الرابط اليوتيوب. بعد كده ما تعمل ارسال هيظهر لك صفحه تقدر تكتب فيها التعليق، اكتب فيها التعليق اللي نفسك فيه، بس اهم حاجه يكون يخص المحتوى. وانت كده عملت الخطوه دي بنجاح، تسكت على كده؟ لا طبعا، عرف بقى كل اللي حواليك. تقدر تشير الفيديو بتاعي، خلوا الناس تفهم وتعرف ان ده غلط وحرام. عارف يعني ايه كرم ربنا يحولوا له موسيقى واغاني؟ واي حد هيشوف الفيديو ده وهيتجاهله هياخد ذنب كبير. من راى منكم منكرا فليغيره بيده، فان لم يكن بيده فبلسانه، وان لم يكن بلسانه فبقلبه، وهذا اضعف في الايمان. ما ينفعش نفوت حاجه زي دي. وبعد اذنكم كل واحد يعمل مطلوب منه.